كنت في واحد المرحله في حياتي كنشوف راسي غادي في طريق ما فيها حتى شي معنى، كنخدم ولا كنعيش الروتين ولا كنقول مع راسي صافي هذه الحياه. ولكن من الداخل كنت عارف باللي راه كاين شي حاجه ماشي مزيانه. كاينه واحد اللحظه في الحياه ديال اي واحد، اللحظه اللي كتفيق فيها وكتقول واش انا بصح غادي نبقى هكا؟ واش هاد الطريق اللي غادي فيها غتوصلني لشي بلاصه، ولا غنبقى نضيع في الوقت وغنسالي النهار ديالي وغنعاودو غدا من جديد؟ وهاد اللحظه عندي انا ما جاتش غير هكاك، جات مع الظروف وجات مع الصدمات وجات حتى مع الناس. كاين مرات في حياتك كتبغي شي واحد بزاف وكتبغي تعيش معاه مزيان وكتبغي تكون حاضر وكتبغي توفر ليه الحياه اللي في بالك وكتبغي تكون راجل واقف على رجليه، ولكن من بعد كتشوف راسك مازال محكور في واحد الواقع ما عجبكش. كتخدم غير باش تصرف وكتفيق غير باش تعاود نفس النهار. كتبدا تسول راسك علاش انا ما نقدرش ندير شي حاجه اخرى؟ علاش انا ما نخدمش على راسي؟ علاش انا ما نبنيش شي حاجه تخلي عندي الحريه في الوقت والحريه في الفلوس والحريه في الحياه؟ ومن تما بديت كتشوف النجاح بواحد الطريقه اخرى. ما بقاش عندي النجاح غير كلمه ولا غير موتيفاسيون ولا غير فيديوهات في يوتيوب. النجاح ولا عندي حاجه خاصها تخلق في الواقع، خاصها تبدل الحياه ديالي بصح. ولكن المشكل اللي طاحت فيه هو انني ملي حبست واحد الحاجه وركزت على حاجه اخرى ما كانش عندي داك العقل ديال الانسان اللي غادي يكمل، ما كانش عندي داك المايند سيت ديال بنادم الناجح. كنت باغي نتيجه ولكن مازال ما تعلمش كيفاش نولي انا داك الانسان اللي يستاهل النتيجه. من بعد زاد وقع واحد الشيء اللي زاد فيقني اكثر. الناس اللي كنت باغيهم والناس اللي كنت كتصور غيبقاو ما بقاوش. حيتاش ملي كتكون عندك فلوس ولا كتكون خدام ولا كتكون ستاتوي بزاف ديال الناس كيبقاو حداك. ملي كتبدا من الزيرو وملي كتبدا تبني راسك كيبان شكون بصح معاك وشكون غير كان دايز. وهذا الشيء كيحرق وكيقدر يطيحك وكيقدر حتى يخليك تحقق، كيقدر يخليك تضيع الطاقه ديالك كامله في الانتقام وتبقى باغي غير تبين للناس باللي انت غتوصل. ولكن انا اللي فهمت هو ان احسن انتقام هو انك تنجح، واحسن رد هو النتيجه ماشي الهضره. من تما قلت مع راسي صافي خاصني نحط واحد الوقت، خاصني نحط واحد الجولز، خاصني نحط سنين، خاصني نولي نخدم على راسي بصح. ماشي نهار ولا جوج ونحبس، ماشي ملي تجيني الموتيفاسيون وصافي، ولكن حتى ملي ما تجينيش الموتيفاسيون. وهاد الطريق ما كانتش سهله، كان فيها التعب وكان فيها الشك وكان فيها السلف وكان فيها الضغط وكان فيها الخوف وكان فيه داك الاحساس اللي كتعرف باللي راك باغي توصل ولكن ما عارفش واش بصح غتوصل. وكانت كاينه حتى ديك اللحظه اللي كتكون كدير فيها شي حوايج بالسيف كتكمل بالسيف. ولكن الحمد لله من بعد هذا العناء كامل قدرت نوصل لواحد الحاجه اللي اليوم نقدر نقول باللي عايش بها، ونقدر نقول باللي على الاقل بديت كنشوف الثمره ديال التعب. ودابا الا كنتي انت شاب ما بين 23 حتى ل 28 سنه وباقي ساكن مع والديك وباقي عايش نفس النهار كتعاود وباقي ما عارفش فين غادي، باقي كدوز الوقت كامل غير كتشوف الناس وصلات وانت في نفس البلاصه وباقي تقول باللي راه غدا غنبدا، انا غنقول عليك بصراحه هادشي راه صاين، هادشي راه علامه باللي خاصك توقف مع راسك وتغمض عينيك وتسول راسك سؤال واحد: الا بقيت عايش بهذه الطريقه واستمريت بهذه الطريقه واستمريت بنفس العادات اللي عندي ونفس النهار اللي كنعاودو، واش من بعد 5 سنين غنتبدل؟ الا كان الجواب هو لا، راه خاصك تبدا وخاصك تبدل دابا، ماشي من العام الجاي، ماشي من نهار 2، ماشي من رمضان الجاي، دابا. ولكن هنا كاينه واحد الغلطه اللي بزاف ديال الشباب كيديروا، كيبغيو يبدلوا كل شيء دفعه واحده في النهار، كيولي يبغي ديسيبليني في ساعه، كيبغي يولي عنده الفلوس بالزربه. حياتك ما غاديش تبدل في نهار واحد ولكن تقدر تبدلها بشويه بشويه. هذه هي الحقيقه اللي ما بغاوش الناس يسمعوها. انا من الحوايج اللي اثروا فيا هو الكتاب ديال ريتش داد بور داد، او الاب الغني الاب الفقير. وماشي حيت هو شي كتاب سحري، لكن حيت علمني واحد الفكره اللي مهمه، باللي الا بغيتي تنجح ما تخدمش على شي حاجه نهار وتحبس الشهر، خاصك تخدم عليها كل نهار. وحتى الفلوس ماشي اي فلوس تجيك تصرفها في شي حاجه كتبان زوينه ولا تشري ايفون جديد او طوموبيل باش تبان بها على الناس. راه بزاف ديال الناس كيجيهم شويه ديال الفلوس كيفرحوا وكيصرفوهم في حوايج ما غاديش ترجع لهم حتى ريال، ومن بعد كيبقاو يتسناو الفرصه مع ان الفرصه كانت قدامهم. الفلوس خاصها تمشي للبلاصه اللي تقدر ترجع لك الفلوس. تقدر تشري كورس مثلا وتعلم سكيل من الكورس، ومن هذاك الكورس دير الفلوس، او لا تدخل في شي حاجه اللي غادا تكبرك انت كشخص، تصرف على صحتك، تصرف على العقليه ديالك، تصرف على المستقبل ديالك. هذا الشيء هو اللي غادي يرد لك. اما الحوايج اللي غير كتبان بهم على الناس راه كيمشيو كيخليوك كيما ما كانوش. وزيد عليها كاين واحد النصيحه اخرى مهمه بزاف، وهي انك تختار دومين واحد، هدف واحد، طريق واحده وتركز عليها. ما تبقاش اليوم هنا وغدا ليه، اليوم باغي هادي وغدا باغي هادي، ما تبقاش متشتت، حيت التشتيت هو اكبر سبب اللي كيخلي بزاف الناس ما كيوصلوش وما عارفين شنو كيديروا.
من الحوايج اللي كنصح بها حتى هي ويمكن بزاف ما غاديش يعجبهم الحال. اول خطوه خاصك ديرها هي انك تعلن الهدف ديالك. قول لشي ناس اللي قراب ليك بزاف، لوالديك، لامك، لباك، قول لشي واحد كيعز عليك ان في هاد 6 شهور او لا في هاد العام غندير كذا وكذا وكذا. حيت ملي كتعطي الكلمه ديالك كتولي مربوط وكتولي ما باغيش تبان قدامهم فاشل، كتولي كتخدم حتى على ود داك الضغط. وهاد الضغط مرات هو اللي كيدفعك لقدام. قول لامك مثلا انا غادي نعاودك، انا غادي نولي نجيب لك الفلوس، واخا تبدا صغير، واخا تبدا ب 100 اورو 200 اورو 300 اورو بالشهر، المهم تبدا. حيت المشكل ماشي هو انك تبدا صغير، المشكل هو انك ما تبداش اصلا. ودابا غادي نكون معاك صريح في واحد الحاجه اخرى، وهي الاحباط والفشل ودوك الفترات اللي كتبان طريق فيها مسدوده. انا ما غاديش نكذب عليك ونقول لك انا بيرفكت ولا انا ديما كنواجه هذا الشيء بواحد الطريقه اللي مثاليه. كاين مرات اللي كنحس بها في الاحباط وكنحاول نهرب، وكاين مرات ملي كنحس براسي ما قادرش نكمل، وهذا الشيء غلط، انا عارف وغلط، ولكن ما بغيش نجي نبيع لكم صور ديال الانسان اللي ما كيغلطش، حيت ما كاينش. كلنا كنطيح وكلنا كنضعف، ولكن الفرق هو شكون كيبقى تما وشكون كيرجع يوقف من بعد وشكون كيصنع الحل. حتى الا هرب مره المهم ما يهربش العمر كامل. وزيد عليها حاجه اخرى، ماشي غير الفيديوهات او الموتيفاسيون هي اللي غادا تبدلك. الا زدتي مثلا هذا الفيديو ومشيتي شعلتي فيديو اخر ديريكتومون غطيح فيديو اخر عاوتاني، ومن بعد غادي تنعس. راه والو ما تبدل حتى حاجه. انا باغيك من بعد هذا الفيديو تجلس بوحدك ودابا نوض تخبر في شي ورقه وستيلو وتكتب الناس اللي عزيزين عليك في حياتك، رتبهم الاول الثاني ثم الثالث، وشد الجوج الاولين وسير عندهم وقول لهم انا باغي ننجح، وسولهم على راسك. قول لهم شنو ناقص فيك، شنو العيب اللي فيك، شنو الحاجه الخايبه اللي خاصها تصلح فيك، وشنو الحاجه اللي تخليهم يشوفوك انك انسان غادي تطيح، شنو الحاجه اللي تقدر تحبس وغادي تبدل. حيت مرات الجواب راه عند الناس اللي كيعرفوك مزيان، مرات باك ولا امك ولا شي واحد قريب ليك. انت عارف باللي راه فيك العيب ولكن انت ما باغيش تشوفه. وفي نفس الوقت خص تكون عندك الجرأه باش تسمعه، ماشي غير باش تبقى ديما تبان مزيان ولكن باش تبدل بصح. نصيحه الاخيره اللي غادي نقولها لك، الا كنتي كتشوف هذا الفيديو وما حسيتيش براسك باغي تفيق، اولا ما حسيتيش براسك خاصك تبدل، اولا ما حسيتيش باللي راه الوقت كيدوز، فراه انت باقي ما وصلتيش للحظه ديال الفيقه. ولكن الا وصلتي ليها راه ما غاديش تبقى مرتاح، راه غادي تبقى كتستريسا من الوضع اللي انت فيه، وغادي تبقى كتبغي تبدل كل نهار، وغادي تبدا كتشوف النجاح بشويه بشويه ماشي الرفاهيه. النجاح ضروره، والنجاح ماشي غير باش تبان على الناس الاخرين او لا باش يقولوا الناس عليك راه خدام. النجاح هو انك تعيش الحياه انت اللي باغيها، باش تعاون والديك، باش توقف على رجليك، باش ما تبقاش محتاج، باش تختار حياتك بيدك ماشي الظروف هي اللي تختار عليك. ودابا الا بغيتي بصح تبدل ما تبداش بالحلم الكبير، بدا بخطوه وحده، بدا اليوم بواحد الورقه، بواحد القرار، بواحد الاتصال، بواحد السكيل، بواحد الساعه ديال الخدمه. ولكن ابدا دابا، حيت في الاخر ما كاين لا معجزه لا وقت مثالي لا ظروف مثاليه، كاين غير واحد الحاجه، واش انت تبقى كيف ما انت او لا غادي تقرر تبدل حياتك. السلام عليكم، نشوفكم في فيديو جاي، بيس عليكم.